هل تعلم أن إطلاق مركبات إلى الفضاء يتم عبر مواقع محددة فقط على الكرة الأرضية تعرف ببوابات الفضاء؟ فهذه العملية ليست سهلة، بل تتطلب من المهندسين الفلكيين أخذ أمور عدة في الاعتبار لتحديد المكان المناسب للإقلاع. يوجد 24 موقعاً في العالم فقط لإطلاق المركبات الفضائية، ومن أشهر مراكز الإطلاق مركز كاب كانافيرال في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وقاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان، وقاعدة كورو الفرنسية في غيانا. وقد بني معظمها في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، منها علنية وأخرى محاطة بالسرية. تبنى مراكز الإطلاق الفضائي عادة أقرب ما يمكن إلى خط الاستواء، إذ يضمن إطلاق الصواريخ على مقربة من هذا الخط حصولها على سرعة إضافية بسبب دوران الأرض هناك بسرعة 1670 كيلومترا في الساعة. وقد جرى إطلاق أكثر من 5000 قمر صناعي من هذه المراكز منذ عام 1957. برنامجا الولايات المتحدة وروسيا هما الأوسع في العالم، ثم دخلت فرنسا واليابان والصين والهند وأستراليا والبرازيل وغيرها هذا المضمار، وازدادت المنافسة فيما بينها مع مطلع القرن 21.